السلام عليكم أخواتي، أهلا بكم. بداية نصلي على حبيبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، وغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات، فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا كما وعدت بقولك الحق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وعلى آله وصحبه آمين. اللهم يا رب فرج على كل واحدة راهي تسمع فينا وتابع في الفيديو، آمين يا رب العالمين. اليوم أخواتي جبت لكم فلفل الدريس، الدرسة الحلوة مشي الحار، فلفل الدريس. كما راكم تتابعوا معايا. بداية نقيت الفلفل ونحيت له البذور وغسلته مليح ودرته يفور. كي درته في الكسكاس غطيته بكيس بلاستيكي وليمته للداخل وغطيته بالغطاء حتى طاب وطرى كيما راهو يبان في الصورة، وفرغته في الجفنة حتى كملت كل الكمية. خليته حتى يبرد باش طحنته. هذه الطريقة تاع أجدادنا، طريقة قديمة. حبيت نقتسم معاكم هذا الروتين، وتاني البنات اللي ما يعرفوش يتعلموا، وفوق كل ذي علم عليم. كي برد درته في الميكسور، في الخلاط، ودرت له شويه تاع الماء هذا شويه غير جهد ما يدور الموس تاع الميكسور، ولا كان الميكسور تاعك يدور ناشف عادي. طحنته جهد ما دورته في الخلاط جهد ما يدور فقط، ما رديتوش عصير. طحنته ودرته في طناجر، في الطنجرة كما راهو يبان. انا هذه تاع عولة تاع العام ان شاء الله الا كنا من الحيين. هذه من العادات والتقاليد، كي يجي وقت الفلفل الحلو الاحمر نديروا هذا العكري، الدرسة. درته في طنجرة ثقيلة، درت له كمية نتاع الزيت وكمية نتاع الملح، عاود رديته فوق النار جهد ما يرفد الغلية، برك يغلي غلية واحدة ونطفيه كما راهو يبان في الصورة. شوفي كيفاش القوام هذا مازال ما حطيتوش فوق النار. شوفي كيفاش القوام راهو خاثر، ما كثرتلوش الماء كي كنت نطحن فيه، وطحنته حتى برد باش طحنته. هذا الفلفل تاع الدريس تجيب بزاف الماكله بنينه وتجيب الطبع وعلى قانيها. نتمنى بناتنا واخواتنا اللي ما يعرفوش يتعلموا، واللي يعرفوا يعطيونا رايهم في التعليق. وما ننساوش نصليوا على حبيبنا محمد عليه الصلاه والسلام. عندي مده ما بنتش وما ظهرتش، كي درت هذا العوله تاع العام قلت نصور معاكم. عقمت البلارات، انا نستعمل البلارات تاع الزجاج، هما اللي نديرهم في المجمد، اللي يوالموا في المجمد. عقمتهم بالماء سخون ونشفتهم وعمرت الدرسه تاعي، وهذه هي النتيجه. جات خاثره وبنيونه. نتمنى ان شاء الله اللي مازال ما دارش يدير. انا في اخر الموسم. والسلام عليكم.